بحب جدا جدا لما تروحي مكان اثري ويسيبوكي فيه بحريتك كده كمواطنة مصرية. يعني ليكي الحق في انك تقضي اليوم بحاله في المكان وتلمسي كل تفاصيله وتتفسحي فيه براحتك كده، مش اللي هو بقى من بعيد لبعيد. المكان ده ب15 جنيه تقدري تقضي اليوم كله اكل وشرب ونوم وتقعدي براحتك، بصي زي ما انت عاوزة. هو مش بس جميل جميل وروعة يعني بصوا انتوا هتشوفوه دلوقتي بكل تفاصيله. على قد ما هو قمة في الجمال، هو قمة في الإعجاز العلمي بقى اللي هم عاملينه. المكان ده درجة حرارته ثابتة طول السنة، يعني تروحي صيف تروحي شتاء، هو درجة الحرارة ثابتة وثابتة على درجة بصي ما بنشوفهاش في حياتنا، جميلة جدا. مريح جدا نفسيا كده وعصبيا. انا كنت شفته في فيلم الشادية زمان، وسألت ليه احنا مش بنشوف الاماكن دي او بنقعد فيها، او ليه الشوارع والاماكن عندنا مش زي زمان، الزرع ده راح فين والحاجات دي راحت فين. لحد ما شفته. انا روحته حوالي 5 6 مرات، او دي المرة الخامسة تقريبا. إيه، كنت اول مرة اعرف تفاصيله، يعني انا مش فاكراه كده مكان كده وخلاص. الحكومة عاملاه ان انت تزوري، بصي الدب ودب وشه كده ودب وشه كده. إيه دي كراسي. إيه انا يعني ده السقف ده معمول إيه على شكل حاجة زي نجم قطبي كده. إيه الصخور دي اصلا فيها وشوش حيوانات وتماسيح، ده هنا السنة مكتوب على الكرسي. ده كان بتاع ام الخديوي اسماعيل تقعد عليه، وفي كراسي للخديوي والكلام ده. آم، بصوا هو معمول بفن، متعرفيش هي صخور معمولة ازاي. بصوا يعني حاجة روعة كده. يعني بتقعدي براحتك تشوفي المكان، انا كنتش عارف هو ايه. هو ده الحرملك بتاع الخديوي، وكان الخديوي اسماعيل، وكان الملك فاروق. بصوا ده وش تمساح. الملك الخديوي، الملك فاروق كان بيروح بيقضي فيه يوم اللي هو زي يوم كده بيريح أعصابه فيه. هو فعلا مكان رهيب رهيب. وكمان تصوير موبايل هو ممكن في الحقيقة يكون أحسن من كده بكتير. الزرع والحاجات دي هي برضو موجودة في قصر عابدين. يعني أنا مش عارفة، هو تقريبا كانوا بيزرعوها مع بعض بقى ولا ايه، بس هي اللي عرفني ان هي مش حاجات مزروعة حديثة. هي عمر النباتات نفسها عمرها من زمان جدا. في ممرات واماكن بره انا معرفتش اصورها، او كنت فاكرة اني بصور وهي اتمسحت. بصوا في اماكن اصلا للشعلة وللنار اللي كانوا بيحطوها. انا هموت اعرف اللي بنادى عملوا بالفن ده ازاي. يعني فن فن فن، ما فيهوش اي مواد بناء، ما فيهوش اي حاجة خالص. هو عبارة عن كده. نفس الفكرة عملوها في نفس المكان يعني قريب منه. كوبري ايفل، نفس اللي بنى برج ايفل هو اللي بنى الكوبري ده. ما فيهوش اي نقطة لحام نهائي. وسبحان الله كأنها سلوك مشغولة كده، وقوي جدا بقاله زمن اهو. يعني كانوا بيعملوه زي منصة. طب ايه اللي جاب الحرملك والخديوي اسماعيل والناس دي في المكان ده؟ المكان ده حديقة حيوان الجيزة، يعني اكبر حديقة في الشرق الاوسط. بصوا منظر الزرع والله العظيم. يعني تبقى غلطانة ان انت ما توديش عيالك يشوفوا الجمال ده ويشموا هوا نضيف كده. كان الخديوي اسماعيل نفسه يعمل حديقة حيوان، هو كان عايز يفتتحها مع حديقة حيوان مع افتتاح قناة السويس. بس ما افتتحهاش وما كانش فيه وقت يعني تقريبا وكده. فاللي افتتحها ابنه الخديوي توفيق. يعني الحديقة دي اصلا مكان اثري، وفعلا هتشوفي فيها حاجات اثرية وحاجات روعة. آم، ده بص الممرات دي انت تحسي ان انا بنزل، بس في الحقيقة ان انا طالعة. مش عارفة ده بقى سوء تصوير مني ولا ده فن هم عاملينه. هو تحسي انك بتنزلي بس انت بتطلعي. بصوا انتي ماشية بتشوفي تفاصيل اصلا وزرع هوا نضيف. دي اوض، انا مش عارفة الناس كان حجمها صغير فعلا كده ولا يعني مش عارفة في ايه بصراحة. بصوا دي كانت اوضة. شوفوا الجمال، بصي الارض ده زلط ايطالي محطوط كده، يعني بقى ولا بلاط ولا بتاع، بس معمول بفن. بصوا هي متاهات، انا برضو مش عارفة. بصوا الممر تحفة.
انا المكان ده لو فضلت عمري كله اروحه عمري ما ازهق منه. مش تودي عيالك بقى كافيهات وبتاع، لا انتي روحي كده. هي المية بقى احيانا ايام من السنة بقى مش بتبقى كويسة ونظيفة، وايام بتبقوا يعني بيبقوا منضفين الدنيا وتمام، بس هو المكان عموما نظيف. بصوا، انا مش عارفة هو الخديوي كان بيبقى يعني بيحب الزحلقة ولا بيحب ايه، مش عارفة. هو كان عامل الممرات والمتاهات دي بس ممتعة، لان كل ممر وكل اتجاه بتشوفي مكان احسن من اللي قبله، وفيها عبارة عن اوض وعبارة عن بصي كل ممر هتلاقي فيه حاجة، وبيطل على ناحية معينة من الحديقة. كلنا بنقعد نقول يعني يا ريت ايام زمان ترجع، هو احنا ليه مش عايشين في الايام الجميلة دي؟ على فكرة احنا بايدينا ان احنا نرجعها لولادنا، ونخليه يعني نخليهم يعيشوا كل الحاجات اللي احنا كمان ما عشناهاش. بصوا السلالم دي الظهر بتاعها وانا راجعه اخد لفه كده وارجع، هتلاقوا مكتوب عليها بقى كل اللي بيحبوا بعض بيكتبوا حاجات رومانسيه هنا. بصي تتمشي انت وجوزك هنا، اراهنك ان انتوا عمركم ما تتخانقوا في مكان زي ده. يعني بصي المكان، بصي فيلم عربي يا جماعه. انتوا بتحسي ان انت اصلا انت بقيتي ام الخديوي. انا كنت انا كنت حاسه ان انا ام اسماعيل وانا ماشيه في الحته دي. في ماشية كده. بس هو الأماكن معمولة بفن كده، جاية بميل كده، حتى لما هطلع فوق انتوا هتحسوا ان انا بميل بالتصوير. هو انت اصلا بتحس انك مميلة كده فعلا. بصوا كراسي اهو. ده ايمان وشوقي، والله يا ايمان انا لو منك ما احبش واحد اسمه شوقي ابدا يعني. بصوا ده الاماكن اللي هي بيحطوا فيها الشعلة او ورد بقى، ما انا مش عارفة ما كانوا بيحطوا فيها ايه. بصوا والمكان بقى اكتر زرع فيه الصبار واللي هو النخل. بصوا انا كده بطلع، بصوا بقى الميل. والله في اللحظة دي بتحسي بسحبة في جسمك كده وقشعريرة في كعوب رجلك، اللي هو انتي بتزحلقي لقدام هتقعي مش عارفة. ده جميلة جدا للناس اللي بيحبوا الاماكن العالية واللي بيخافوا من الاماكن العالية. هو في كلا الحالتين انت هتستمتعي والله، لان انت بتحسي انك جاية كده هتقعي، بس هو انت بتقعيش. مش عارفة عشان انا يعني جامدة جدا ولا عشان هو المكان امان جدا يعني، مش عارفة. بصوا الفن، بصوا الصبارات الصغننة دي. بصوا النظافة. بصوا الارض اصلا عليها شعرات كده وحاجات. والاوض دي في اوض مقفولة واوض مفتوحة، انا مش عارفة ايه السبب بس هي كده. بصي بصي الاوض هي مش فيها فرش ولا حاجة، هي اماكن زي كنب، والكراسي برضو الصغننة اللي انا مش عارفة ايه السر. انا لما روحت المتحف القومي إيه برضو المومياوات صغننة، يعني انا مش عارفة الناس بتوع زمان كانوا ايه في ايه مش عارفة. بصوا الجمال، بصوا الروعة. والله المفروض اسكت خالص يعني بصوتي اللي هيجيب لكم اكتئاب ده، بس الاماكن تحفة يعني رخيصة وجميلة وتستمتعي براحتك. بصي بتلفي في اي مكان زي ما تحبي براحتك، وكل ما بتطلعي كل ما بتشوفي جمال وروعة. بصوا غير ما وراها مساحات خضراء رهيبة، وتقعدي واماكن تغسلي. بصوا الناس اللي ماشية دي جنبهم مكان يرجعوا بالتصوير كده يخشوا فيه اصلا، في كباري صغيرة، في ممرات مائية. بصوا الجمال. بصي بالله عليكم قوليلي انت ايه اللي يمنعك انك تشوفي مكان زي ده، تستمتعي تشم هوا نضيف جو نضيف. ده زي نافورة كده عاملينها فوق. ما سألتيش نفسك الناس دي بتجيب ميه للنافورة دي منين؟ المكان ده اتبنى ازاي؟ ويجوا دلوقتي انا على فكرة ما عجبنيش اللي هو البتاع اللي هو المتحف الجديد ده، لانه معمول بنظام مودرن وحاجات. لا الحاجات الكلاسيك دي فيها فن يعني، الايام بتاع الخديوي واسماعيل دي بالذات، حتى لو رحتي سرايا عابدين والاماكن دي، لا عاملين فيها فن رهيب. بصي كان عندهم ذوق جامد جدا. بصي الجمال. غير ما الصخور نفسها لو ركزتي فيها فن. الارض نفسها. بصي اللي تستمتع صح بقى اللي تمشي حافية في المكان ده والله، يعني هتحسي باحساس كده قد ايه الحاجات دي رهيبة. بصي بصي المنظر.
بصي الكوبري الصغير ده هتلاقي منه كتير بقى، على كل ممر مائي هتلاقي كوبري من ده اهو. بصي بصي الممرات المائية دي روعة. شوفي الارض اصلا نفسها عاملة ازاي. بصي الاسر بقى تروح وتقعد وعيالك يلعبوا حواليك، اللي هو في زي حوض كده لو رجعتي الكاميرا البتاع الصورة. بصي الناس قاعدة حوض معمول برضو من ايام الخديوي، مش هما اللي عاملينه، لا ده معمول من ايام الخديوي. تغسلي بقى وتعملي. بصي ثم البلاطين دول تقريبا هما طالما مكسورين كده عارفه ان ده حديث، دي الدفايه بتاعتنا. كنا قاعدين كده. بصي العيال بقى يلعبوا براحتهم.